واليوم رجعت بحث عم كمال في حي الغزالة اللي عنده ملاوي عالمية، وتوا وين فهمت سبب نجاح أول حلقة بعد ما درت برشا محلات وجربت. وقبل كل شيء نتمنى تشجعوني باللايك والاشتراك وشوية تفاعل. خلينا نسكروا 200 ألف على التيك توك و50 ألف على الانستغرام. ومن المحل الشعبي البسيط على الاخر هذا اللي عنده أكثر من 12 سنة لنا تخرج لنا ملاوي عم كمال، بالحق من أقوى ما جربت في الملاوي. وين عديت كعبة سبيسيال فيها كل شيء، وأكبر غلطة عملتها خذيت دوبل بات، خاطر ديجا باتو كبيرة ما شاء الله ما تستحقش دوبل. وتفرجوا كبرها مع راسي بسم الله تبارك الله. وديجا كليت تفرجوا شنو قعد ما نجمتش نكملها بالرسمي. وبخلاف بنة الملاوي سر نجاحه هو روحه الخفيفة والتفدليك متاعه مع الناس الكل. وسوم الكعبة سبيسيال هذه كان 8500 اما في حقها وعلى الاخر. لكن اكبر مشكلة انه ديما معبي ما شاء الله، فنقعدوا نستناو برشا. وفي المجمل ملاوي عم كمال بالحق من اقوى ما جربت. ديجا قلت لكم فما برشا يخدموا في خدمه كاسحه على الاخر، لكن مش حاضرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا اكبر مثال. وبالرسمي قوته وين مع المحل البسيط هذا والامكانيات اللي عندهم، ويخرجوا في حاجه كيكه بالرسمي احترام كبير. وتنسوش الاشتراك وقولوا لي وين تنصحوني نمشي ونجرب في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم.